السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. دلوقتي انا هعمل لكم الحاجة اللي على طول بنجيبها من بره وبنجيبها سندوتشات ومبقاش فيها حتتين تلاتة وما بنلحقش نشبع من بره كويس. تمام، هوريكم المكونات دلوقتي ايه معانا. انا معايا المكونات هنا. طبعا اساس الموضوع كبده عصافيري. تمام، مش بتتغسل، هي بتتحط كده. ماشي. ومعايا فلفل رومي وفلفل حامي متقطعين بالشكل ده. خلاص، ومعلقه توم كبيره مفرومه. ومعايا ليمونه عشان طبعا هنحتاج عصر ليمون. ومعايا هنا ملح وكمون وسنه بسيطه قرفه. تمام. معايا بقى خل وزيت. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض، ويا رب الوصفه تكون سهله وبسيطه وتعجبكم. انا معايا هنا جريل. تمام، مفيهوش اي حاجه. هنحط فيه سنه زيت. ماشي. انا هنا بعد ما حطيت الزيت هنزل بالكبده. ماشي، زي ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب فيها شويه، مش هنقعد نقلب فيها كتير، وبعدين نستنى لحد ما تغير لونها. هقول لكم نعمل ايه تاني. بصوا يا حبايبي، هي غيرت لونها اهي. بص اهو، غيرت لونها. تمام. هبتدي احط معايا معلقه الثوم. انا حطيت هنا معلقه الثوم، هبتدي اقلب بيها. ماشي، هقلب فيها كده بالشكل ده. انا بعد ما حطيت الثوم وقلبت بالشكل ده هعمل ايه بقى؟ هستنى لحد ما الميه دي خلاص يعني تنشف شويه، مش قوي، تنشف شويه او تقل شويه. وبعدين هرجع لكم تاني نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. بصوا، هي قلت شويه، الميه بتاعتها قلت شويه. هنبتدي هنا نحط الفلفل بتاعنا. تمام. انا معايا فلفل رومي وفلفل حامي، اللي بتحب الفلفل الكتير عشان تبقى زي بتاعه المحلات والعربيات والناس الجميله دي. انا حطيت هنا الفلفل وقلبتها مع بعضها. طبعا هسيبها، مش هعمل فيها حاجه تانية غير ان انا هحط التوابل بتاعتي: الملح والكمون والفلفل وعصرة ليمون. تمام، ليمون معصور كده. هدوق احلى كبده اسكندراني كلتوها في الدنيا. احنا حطينا الحاجات دي، هننزل بمعلقه كبيره من الخل. تمام كده. هنقلب كويس وارجع لكم. انا هنا قلبتها وهسيبها طبعا لحد ما الحاجات دي كلها تستوي مع بعضها. خلي بالكم الفلفل بيبقى فيه نسبه جرشه. يعني ايه؟ يعني بيبقى فيه القرمشه بتاعته، مش بيبقى مستوي خالص. تمام كده. انا حطيت كل حاجه وقلبت وهسيبها تستوي. هي بتاخد يعني تاخد بعد كده 5 دقايق بالظبط، مش بكتر. وهوريكم هنقدم ازاي. طبعا مش عايزه اقول لكم ان الكبده في البيت احسن وامن مليون مره من الكبده بتاعه الشارع والمحلات والعربيات والحاجات دي. انا جايبها لكم بالطريقه بالظبط. تمام. بس بنعملها في البيت. نص كيلو كبده عصافيري، وعليه 4 أو 5 قرون فلفل رومي كبير. تمام كده. بقطعهم طبعا شرايح بالشكل ده. وبعدين بقطع فصين 3 او قرنين 3 حسب ما بتقولوا يعني من الفلفل الحامي، وبقطعهم صغير برضو، حلقات زي كده بالشكل ده برضو. تمام. ومعايا بقى معلقه توم كبيره. انا بعد لكم المقادير عشان اللي ما شافش الفيديو من اوله او اللي نسي المقادير. معايا معلقه توم كبيره مفرومه، ومعايا عصير ليمونه، ومعايا كمان زيت وخل. تمام كده. انا مكونات بسيطه وسهله جدا وما فيهاش اي حاجه. وكمان معايا البهارات بتاعتي: الملح والكمون ورشه القرفه. حابين تستغنوا عن رشه القرفه مفيش اي مشكله، بس هي بتعلي التيست بتاعها وبتخليها تحفه طبعا، وبتعزز المناعه فيها كمان مع البروتين والكالسيوم والفيتامين اللي موجود في الطبق بتاعنا النهارده. هنستنى بقى لما تخلص ونشوف نقدمها ازاي. لو اول مره تشوفوني، انا شيف هدير المصري بقناتي على اليوتيوب. يا رب الوصفات تعجبكم، تبقى سهله وبسيطه ومتناول الجميع. ودي النهارده وصفتنا كبده اسكندراني، انما ايه حكايه. دي الكبده، بصوا جمالها. بصوا 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 بصوا. عايزه اقول لكم ريحتها ملهاش حل.
طبعا تتقدم مع سلطة خضراء وسلطة طحينة وعيش بلدي، ولو عندكم رز او حابين تاكلوا جنبها رز اوكي مفيش مشكلة. كمان بيتقدم جنبها مكرونة، يتقدم جنبها اي حاجة او تعملوها سندوتشات. وبألف هنا. اهم حاجة ان هي صحية وامنة عن الحاجات اللي احنا بنجيبها من بره. بصوا المنظر شكلها تحفة. يا رب تعجبكم. لو اول مرة تشوفوني، انا شيف هدير المصري، دي قناتي على اليوتيوب. اتمنى الوصفات تبقى سهلة وسريعة وبسيطة عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. باي باي.